السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ووهب لنا نعمه كثيرة وجعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من المشركين وفضلنا على العالمين. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد سيد المرسلين الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور. تعاظما وإكراما إلى مدير المؤسسة التربية الإسلامية أيها أهله وإلى أبدي وكل معالمين في هذا المحاذير نحن نحبه، ولا أنسي جميع الحاضرين والحاضرات. أما بعد، رئيس الجلسة المحترم على الفرصة التي أعطانها لتكلم على هذه المناسبة تحت موضوع الإسلام نخبتنا. الإسلام هو دين الله تعالى آخر وسمي معتنقه مسلمين، وقد علم الإسلام جميع المسلمين أن يكونوا مرتبطين بالله كما يكونون محسنين إلى الناس. والإنسان الذكر حر الذين أرسله الله تعالى لتبلغ أوامره وتعاليمه سمي نبيا ورسولا. وقد أرسل الله تعالى لكل أمة رسولا، بعضهم مذكور وبعضهم غير مذكورين في القرآن. قال الله تعالى: ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك. صدق الله العظيم. ومن بعد الرسل المذكورين هو سيدنا موسى عليه السلام، وكانت تعاليم مكتوبة في التوراة. وسيدنا عيسى عليه السلام، وكانت تعاليم مكتوبة في الإنجيل. وسيدنا داود عليه السلام، وكانت تعاليم مكتوبة في الزبور. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تعاليم مكتوبة في القرآن الكريم. الرسول السابقون أرسلهم الله تعالى لتبلغ أوامره وتعاليمه سمي نبيا ورسولا. الرسول السابقون أرسلهم الله تعالى إلى مجتمعين معين، بينما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى جميع البشر في أنحاء الدنيا. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الإسلام دين ينسجم مع العقول السليمة. الإسلام دين مع العقول السليمة. الإسلام منهج الحياة. الإسلام قوة الحياة. الإسلام معتقد دين منقية. الإسلام مصدر السلام والنجاة. إخواني في الدين، الإسلام هو الخضوع والانقياد لإرادة الله وقدرته، وعلى هذا الأساس كنا معتنقين كثيرا، وجعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من المشركين وفضلنا على العالمين. الله نصر والسلام والمكان مهيأ للصالحين بعد موتهم، ودار السلام والمسلمون يهنئ بعضهم بعضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو الخضوع والانقياد لإرادة الله وقدرته، وعلى هذا الأساس كنا نعتقد أنه هو دار السلام والنجاة. الله نفسه والسلام والمكان مهيأ للسلام دار السلام. الإسلام هو الخضوع والانقياد لإرادة الله وقدرته، وعلى هذا الأساس كنا نعتقد كثيرا.
الإسلام هو الخضوع والانقياد لإرادة الله وقدرته، وعلى هذا الأساس كنا نعتذر كثيرا، وجعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من المشركين، وفضلنا على العالمين. كفيت بهذا أكاديمي أن نقطعوا كفاءتي بالسلام فهو من الله تعالى. وأخيرا أقول لكم